وقال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. طب وجاب كلمة حرث هنا ليه بقى؟ وما هو الحرث؟ الحرث مكان استنبات النبات. الحرث مكان استنبات ايه؟ هناك كنا بنقول ويهلك الحرث الزرع، يعني يبقى ائت المرأة على انها مكان الزرع، مكان زرع ايه؟ زرع الولد. تعال للمرأة بهذا الوصف، المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجيش. المكان اللي ما فيش فيه استنبات يبقى ما تجيش. يبقى اذا دي بعض الناس كانوا خدوا منها انه يعني العملية دي مباحة، ما فطنوش الى كلمة ايه؟ كلمة حرث. نساؤكم حرث لكم. حرث يعني محل استنبات الزرع، والزرع بالنسبة للمرأة والرجل هو الايه؟ الولد. فأتها في المكان الذي ينجب الولد من على اي جهة شئت، على اي جهة وعلى اي وضع ايه؟ على اي وضع شئت. نساؤكم ايه؟ حرث لكم فأتوا حرثكم أن ايه؟ أن شئتم. انظر الى قول الحق وقدموا لانفسكم. الله، يعني اياك ان تأخذ المسألة على انها متاع جنسي فحسب. ان المتاع الجنس الشهوة واللذة اللي ربنا عملها في العملية ده يريد الحق سبحانه وتعالى ان يحمي بهذه اللذة متاعب ما ينشأ من هذه اللذة، لان الذرية اللي تيجي هيبقى لها تكاليف وعمليات. لو لم يربطها الله بهذه اللذة يمكن زايد الناس في ايه؟ في هذه اللذة. يوم الحق سبحانه وتعالى يربط الكدح والمشقة والأولاد والعمل واللغة اللي الآباء يشوفوه بإيه؟ بهذه المسألة، بهذه المسألة. علشان يعمل إيه؟ عشان يضمن بقاء الإيه؟ بقاء الإيه؟ بقاء النوع. وإياك إنك أنت ما تاخدش إلا دي. قال وقدموا لأنفسكم. كلمة قدموا لأنفسكم لما أقول لك قدم لنفسك حاجة يعني علشان تنفعك متى؟ قدام، يعني مش دلوقتي. اللي هيديك المتعة دلوقتي متعة، إنما بعدين يحصل إيه؟ يبقى قدموا لأنفسكم يعني انظروا جيدا إلى هذه المسألة على أن لا تكون هي الغاية، هي وسيلة، فلا تقلبوا الوسيلة إلى غاية. يبقى قدموا لأنفسكم يعني انظروا جيدا إلى هذه المسألة على أن لا تكون هي الغاية، هي وسيلة، فلا تقلبوا الوسيلة إلى غاية. وقدموا لأنفسكم يعني شيء ينفعكم امتى؟ شيء ينفعكم قدام. يبقى إذن الأصل فيها الإنجاب، الأصل فيها ما تاخدش الوسيلة وتجعلها إيه؟ وتجعلها غاية. قدموا لأنفسكم يعني لا تأخذ المتاع اللحظية العاجلة الآن على أنه هو الغاية، بل خذ على إيه؟ لقدام. طيب قدموا لأنفسكم يعمل إيه يعني؟ قال لك حتى لا تشقى بمن يأتي نتيجة هذه العملية، فقدم لنفسك شيء يريحك. يريحك إزاي؟ قال لك يا أخي زي اللي أنا معلمني، ساعة يأتي لهذه النعمة لازم يسمي ويقول ايه؟ اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني. ساعة يذكر بقى قمة النعم، وبعدين نيجي نغفل فيها كده عن المنعم به. ده انت لو نظرت الى تركيب الاكل اللي انت بتلتذ بيه، او المنظر الحلو اللي انت بتشوفه، او الريحة الجميلة اللي انت بتشمها، مش كده؟ في بتنعم ملكات في النفس. تجد المسألة الثانية دي لا تستطيع أن تحدد الملكات التي تنعم بهذه العملية. ما تستطيعش أنك أنت تحدد الملكات الإنسانية اللي بتنعم بهذه العملية. كان المفروض ساعة تأكل بتقول بسم الله، ده ديك أكتر تقول بسم الله، لأن أنت بتأكل دلوقتي عشان تحافظ على إيه؟ على حياتك. ده أنت بتحافظ على النوع في الثانية. أنت بتحافظ على مين؟ على النوع في الثانية. شهوتك وانت بتاكل دي كده محدودة، انما العملية الثانية لا يمكن كنهها ان يصفه انسان عملية. ولذلك بيقول لك يعني ما يمكن تصاب الغفلة في هذه في اي عملية امتاعية الا في هذه المسألة. اذا العملية دي الحق سبحانه وتعالى يريد ان ايه؟ انه يقول لك قدم نفسك، اياك ان تجعلها هي الاصل.
بل اجعلها هي الوسيلة. الوسيلة لأن دي هتيجي مقدمة لأشياء تيجي بعد، وعلشان ما تتعبش. ولذلك الذي يذكر حين يأتي أهله ويقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ينشأ وليده وليس للشيطان عليه دخل، ويزيدون ولا يمكن أن يؤثر فيه سحر. ليه؟ لأنك ساعة استنبته ذكرت المنبت. ما دام ساعة استنبته ذكرت المنبت يبقى يفضل في الحضانة على طول كده. إنما لما تنسى المنبت يقول لك خليه بقى للتيارات الثانية بقى. إذا قدموا لأنفسكم، يعني اذكروا جيدا أنكم حين تصنعون هذه المسألة لا تجعلوها هي الايه؟ اجعلوها هي الوسيلة، وقدموا لأنفسكم ما يريحكم. وأيضا قدموا لأنفسكم ما يطيل أمد حياتكم وأعمالكم في الحياة. لأنك لما تجيب ولد بنية أنك تجيب ولد وبعدين ولد صالح ويقعد بقى يدعي لك ويعلم أولاده أنهم يدعوا وأولاد ولاده أنهم يدعوا، يفضل لا ينقطع عملك إلى أن تقوم الساعة. يبقى قدمت لنفسك ولا لا؟ يبقى قدمت الإيه؟ هو هب أنك جئت به ثم مات ففجعت به، برضو قدمته عشان إيه؟ يغلق عليك بابا من أبواب النيران، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن كل العملية لازم تذكر فيها وقدموا لإيه؟ وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اتقوا إيه؟ اتقوا الله. معنى اتقوا الله إياكم أن تغضبوا ربكم في أي عمل من هذه الأعمال، وكن في هذه التقوى على يقين أنك ملاقيه. ما يجيش عندك شك في الايه؟ في الحكايه دي. وما دام هتتقي الله على يقين انك ان تكون انت ملاقيه، يبقى لم يبقى الا ان تبشر بالايه؟ بالجنه. وبشر المؤمنين.